لكل حكاية أصل، ولكل أصل حكاية. بما إننا في شهر رمضان وكلنا عارفين فضل شهر رمضان الكريم علينا، جاي النهاردة عشان أتكلم على وصف كلمة رمضان وأصل كلمة رمضان في برنامج أصل الحكاية. شهر رمضان كان موجود بنفس الاسم من قبل ظهور الإسلام بعشرات السنين، والمؤرخين قالوا إن أصله جاي من كلمة الرمض واللي معناها الحر الشديد، وده طبعا نتيجة لأن العرب زمان كانوا بيسموا الشهور على حسب الظروف البيئية المحيطة، ومن هنا المسلمين اتفقوا على الاسم ده تيمنا بأن رمضان بيشيل الذنوب وبفعل الأعمال الصالحة. أفهمك أكتر يعني إيه حسب ظروف البيئة المحيطة. يعني عندك مثلا شهر ذو الحجة، شهر ذو الحجة اتسمى ليه بالاسم ده؟ عشان جه في موسم الحج. عندك مثلا شهر ربيع الأول اتسمى ليه برضه بالاسم ده؟ عشان جه في فصل ربيع الأول. عشان كده دايما كانوا العرب بيسموا الشهور على حسب ظروف البيئة المحيطة، وعشان كده رمضان اتسمى كده زي ما قلنا عشان هو جاي من معنى كلمة الرمض والتي كان معناها الحر الشديد. كده احنا عرفنا أصل كلمة رمضان. نيجي بقى لوصف كلمة رمضان. هنمسك كلمة رمضان حرف حرف. أول حاجة الراء من رمضان رحمة، والميم من رمضان مغفرة، والضاد من رمضان ضمان للجنة، والألف في كلمة رمضان أمان من النار، والنون من كلمة رمضان هو نور من الله الكريم الغفار. كده يبقى وصفنا كلمة رمضان حرف حرف، وبرضه عرفنا أصل كلمة رمضان إن هي كانت من أيام العرب زمان، وعرفنا سموه كده ليه، وعرفنا إن هم جايبينها مشابهة لكلمة إيه. يبقى كده عرفنا أصل حكاية كلمة رمضان، وصف كلمة رمضان في برنامج أصل الحكاية، وكده تكون انتهت حلقة أصل ووصف كلمة رمضان من أصل الحكاية مع أحمد سامح. أشوفكم على خير في أصل الحكاية جديدة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام دي بخير. استنوني في حلقة جديدة برنامج أصل الحكاية مع أحمد سامح على اليوتيوب. دمتم سالمين.